ماشي، أنا النهاردة هتكلم عن رواية كافكا على الشاطئ. آم، أنا بصور هنا ليه؟ علشان أقول لك ثانية. أنا عندي هنا آم، شاطئ عليه صبيان وبنات، وعندي ريشة غراب وكافكا باللغة التشيكية، يعني كرو، يعني غراب. والكاتب يعني البطل اسمه كافكا علشان هو شبه الغراب، وعلشان في سيرة غراب قدام. فأنا ما عنديش يعني المكان الوحيد اللي عندي فيه ريشة سودا اللي عندي فيه كافكا على الشاطئ. ودول كمان أطفال شكلهم سنهم صغير، يعني استنى أوريكم سنهم صغير، والبطل برضه كان عنده 15 سنة. فدي كافكا على الشاطئ. أنا صراحة ما كنتش قادرة ريزيست فكرة إن أنا ما ملبسش جوجل يعني وأنا بقول كده. دي الرواية أكيد شفتوها، يعني مميزة جدا، يمكن أكتر غلاف مميز لأي رواية من روايات مراكمي. تمام. يلا نبدأ. مش أنا عارفة إن في ناس كتير قوي اتكلموا عن رواية كافكا على الشاطئ، وكل واحد ليه نظرياته. يمكن أنا شخصيا قريت الحاجات دي كلها، بس أنا قريت الرواية دي مرتين. بعد ما يعني المرة التانية بعد ما قريت كل روايات مراكمي، فأنا حاسة إن أنا عندي حاجة مميزة أقولها. اول مره قريتها، البطل في الروايه هنا عنده 15 سنه، انا كان عندي 14 سنه الا مثلا 8 شهور. ودي حاجه روشه، لانه انا لما خلصتها يعني خلصتها يوم 6 8 2019، من 6 سنين. دي كانت اول روايه اقراها المراكمي. ليه اول روايه؟ ليه ايه اللي خلاني اصلا ابدا اقراها؟ الغلاف طبعا مميز جدا. و يعني انا من عادتي ان انا بقعد اقلب كده على الفيسبوك بلا هدف، فكنت شفت زي صوره غلاف لمكتبة او لحد، وكان فيها الرواية دي، فانا حسيت ان دي الاشارة بتاعتي ان انا اقراها وانا عندي 14 سنة. مش عارفة هل دي كانت حاجة صح ان انا اقرا حاجة زي كده وانا عندي 14 سنة، بس تمام يعني. حملتها قريتها، وهي يعني انا اول مرة بقى اقرا المراكمي، عمال بقى يعمل في خيوط، وانا اقلب في الصفح واقرا واقرا واقرا، يعني من غير ما اتطرق انه كان في حاجات غريبة جدا على طفل عنده 14 سنة اقراها، يعني اشوف العالم ده، اللي هو زي انك تدي حاجة لبرزيرك، يعني تدي طفل برزيرك مثلا عشان يقراها. يعني نفس الفكرة. أم، بس غير كده انا يعني قلت، يعني ما كانتش اول صراحة مرة. يعني ما كانتش الصدمة بتاعتي انا في طائر عدى، بس كانت صدمتي لما وصلت لنهاية الرواية وانا مش فاهمة اي حاجة. يعني انا مش عايزة اشتم، بس انا حرفيا ما كنتش فاهمة اي حاجة، ودي كانت 600 صفحة يعني بالنسبة لي وانا صغيرة، حاجة ضخمة قوي. يعني انا قريت كل ده وفي الاخر، بس انا كنت مبسوطة. يعني انا كان عندي شعور غريب كده بالألفة، بس انا مش فاهمة اي حاجة. طبعا دخلت ريدت، موقع الناس العزاز على قلبي، وواحد يعني هناك كان قال انه صديقه الياباني يعني قال انه دي حاجة ما تتفهمش، ولو انت قلت انك فهمتها فانت كده عمرك ما قريت مراكمي. فبحس ان دي حاجة صح، لانه somehow وانت بتقرا مراكمي بتحس ان مراكمي هو اللي بيقرأك، هو اللي بيقرأك. يعني هو بيفرش لك فرشات كتيرة قوي، وانت بقى بتخش العالم بتاعه، بس اول ما تخش بتحس ان هو بيتكلم عنك، او ان انت هيوصف حاجة دلوقتي، او هيحل لك حاجة دلوقتي، او يحط نور على حاجة انت مثلا ما كنتش عايز تشوفها، او هكذا. طبعا انا ما كنتش فاهمة اي حاجة. كان بالنسبة لي رواية عن طفل بيسيب البيت ويهرب. يعني طول ما انا بقرا اللي هو هيرجع البيت امتى، يعني مش مستوعبة ان هو ممكن يسرفايف بره بيئة البيت الآمنة. آم، وبعديها لما انا هحرق، انا هحرق تاني. لو حد مش عايز يتحرق عليه يا ريت يوقف من اول هنا. كان بالنسبه لي ان هو لما ابوه مات وكان هو حاسس يعني ان هو ما عادش له اي حد تاني في الدنيا، دي كانت بالنسبه لي برضو كنت بقى حاسه اني حيرانه. يعني انا مش فاهمه، اول مره اتحط في الموقف ده في كتاب، واول مره مبقاش فاهمه كده يعني. المهم ان انا كنت قفلتها وانا مش فاهمه وانا عندي 14 سنه، وقريت بقى المراكمي، بعديها قريت 1 كيوتي 4 مثلا بعديها بسنتين، كان عندي 17 سنه، فهمتها الحمد لله. مره مع مره كنت ببدا افهم مراكمي، بس الروايه دي انا نسيتها تماما. يعني حاجات كانت في بالي طول الفتره دي، يعني مثلا لو حد قال لي حاجه عن 1 كيوتي 4 انا فاهمه البلوت، فاكره مثلا حاجات، مشاهد مميزه. انما الروايه دي انا فاكره منها حاجتين، الصدمه اللي كانت عندي وانا طفله، فاكره منها برضو ان انا ما كنتش فاهمه اي حاجه، وان هو هرب من البيت، وانه هي بتمطر سمك. دي بس الحاجات اللي كانت في ذاكرتي. فكانت دي بالنسبه لي نعمه ان انا رجعت اقراها تاني. شهر 8 ده كنت عايزه الصراحه انزل فيديو ده يوم 6 8، بس
محصلش نصيب. يعني حصلت حاجات. ف somehow انا بقول انه القمر اكتمل النهارده. كان نفسي اصور ده بالليل بس الاضاءه ما كانتش هتساعدني يعني. بس القمر اكتمل النهارده في هذا الشهر، يعني يوم 8 يوم مميز، فكان لازم القمر يكتمل علشان الفيديو ده يتصور. فما كنتش عارفه اصوره قبل كده، انا خدتها كده يعني. فانا كنت مبسوطه، كنت محظوظه ان انا تاني مره اقراها. يعني ناس عارف انت لما تقول حاجه عاجباك، له اغنيه حلوه قوي او فيلم حلو قوي وانت مبسوط انك نسيته، علشان انت بيتاح لك فرصه انك تعيش عظمته تاني. هو ده كان شعوري. تمام. لما خلصتها وانا صغيره، رسمت رسمه. انا عندي كتاب ضخم كده، نفسي اوريه لكم بجد، بس انا فعلا مكسله اقوم اجيبه من جوه. بس هو بجد كتاب ضخم مليان رسومات. فانا لما خلصتها رسمت رسمه. فانا هعتمد ان انا هبقى احطها هنا يعني او اي حاجه. هي الرسمه عن واحد واقف وفي ظلال على وجهه وطاير منه غراب. هذا لانه ان البطل كان ليه رفيق. انا بقول ان هو مش رفيق زي صديق وهمي، بس هو كان بيدعونا زي نذير الشؤم. اسمه كرو. هو زي الغراب، هو الغراب صديقه. وان هو وشه انا ما كنتش عارفه اتخيل وشه ايه، فرحت مشخبطه على وشه ورحت مخليه الغراب يطير. وكانت دي وكتبت تحتيها كافكا اون ذا شور، لان انا مش عارفه ارسم بحر او مش عارفه اتخيل رسمه البحر. فدي كان شكل الرسمه. لما من كام يوم كنت بقلب في الدفتر ده ولقيت الرسمه، حبيت بقى اعمل الفيديو اقراها تاني يعني. عايزه اقول ان ما علينا يعني. عايزه اقول انه بعد ده بفتره طويله، يعني مثلا السنه اللي فاتت انا قريت مانجا اسمها اوياسيمي صباح الخير يا بونبون، اوياسيمي بونبون. يعني لكن نطقها كان عامل ازاي. وبرده كان بتحكي عن طفل يعني عنده 15 سنه في الحدود دي. تروما بقى، اللي هو امه تروما، يعني اسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل. وكان هو وشه يعني بيستعيد عنه بشكل طائر. فلما يعني انا لما ما ربطتش خالص، كنت نسيت بقى حوار كافكا على الشاطئ دي. بس لما هو فكرني بأويسيما بونبون يعني. فانا مبسوطه اني وانا صغيره رسمت حاجه شبه مانجا مشهوره اتباعت. لما خلصتها تاني مره رسمت دي. هي مش باينه بس انا حبيت تبقى في الكتاب يعني. هو المفروض ان هو راجل اهي، مش باينه ولا ايه؟ يعني اتمنى هبقى اظبطها يعني. بس هو راجل واقف وفض البحر وفي سحابه، عشان هو كان وصف سحابه شبه ابو اديب، وفي طائر صغنون بيطير فوق. ومكتوب مكتوب حاجات يعني، اللي هو اشتاق لك، عد لي لانك جزء مني واريد منك ان تتذكرني. دي هتبقى واضحه في الروايه قدام يعني. اقصد لما نبدا نشرح هبدا اشرح اشمعنى الكلام ده. برضه انا كاتبه هنا كافكا على البول، لانه انا اول يوم قراتها فيه السنه دي كنت عايزه اقراها جنب مسطح مائي، فالبحر كان بعيد جدا عليا فرحت حمام سباحه. وكافكا على البحيره علشان يعني كنت برضه لما اتمشيت شويه كان في زي مكان نافوره كده، فما علينا. عايزه اقول حاجه تانية قبل ما ابدا، وهو ان مراكمي متاثر جدا بكافكا، اللي هو فرانز كافكا بقى، اللي هو كاتب رسائل الى ميلينا. وكان عامل قصه قصيره اسمها سامسا ان لوف، وكانت هي بتحكي عن البطل كافكا اللي هو المتحول، اللي هو بيصحى من النوم يلاقي نفسه حشره. ان هو بقى في الحب. فاكره ان انا لما انا قريت سامسا ان لوف، وبعديها فتره طويله برضو قريت بعديها بقى. انا نفسي ابقى اظبط الكاميرا اللي في طيور بتعدي في السماء، وانا عايزه اجيبها بس مش عارف يعني. سامسا ان لوف، وبعديها بفتره قريت بقى المتحول لكافكا، بس معرفتش اربط بينهم خالص يعني. بس انا بحس ان مراكمي عايز يدي فرصه تانية لشخصيات كافكا يعني. في الروايه دي اللي هو انت خليت شخصيه تعيسه قوي فهو خدها وحطها في الحب. انا حاسه برضه ان هو جايب كافكا هنا بيديله فرصه تانية ولو على الورق يعني. كافكا الانسان الحقيقي التعيس جدا بسبب ابوه. بصراحه مش عايزه اتكلم اكتر من كده عن كافكا، ف ليتس جو لمراكمي. فاخر حاجه هقولها في الجزئيه دي ان انا مبسوطه ان انا اتيح لي فرصه ان انا اقرا الروايه الجميله دي مره وانا عندي يعني قريبه من ال15 سنه، ومره تانية وانا عندي 20 سنه. لان هو في كوت فيها بيقول انا نفسي ابقى 15 و20. ولما بتذكر نفسي بين العمرين دول بلاقي ان انا يعني كبرت، ويمكن بشكل يدعوني للفخر يعني. دي حاجه شخصيه، متقلقوش يعني الحاجات الشخصيه اللي احكيها كتير قدام. علشان انا تاني بقول انك لما بتقرا مراكمي انت you read yourself يعني.
انا طول ما انا بقرا انا كنت حاسه ان انا بحاول اجد اي معنى يشبهني، وبعد ما خلصت قرايه المره دي ما كنتش عايزه اسمع اي تحليل للروايه علشان ما يحطليش شوائب في عقلي. يعني حاسه ان انا فهمتها والفهم ده هو الصح، ولما انا صغيره ما كنتش فاهماها عشان انا مثلا بشكل ما كنتش فاهمه نفسي او كنت صغيره جدا. لو قريتوها بقى تعالوا نناقشها سوا زي اي نقاش ثقافي جنب ريشه وولاد على الشاطئ. ماشي، لو كنت شفت الفيديو بتاع يوميات طائر الزنبرك اللي انا كنت عملته من فترة، انا شايفة انا ليه لما بعيد قراءة الرواية بتاعت مراكمي بتمشي بتسلسل مخوفني شوية. يعني يوميات طائر الزنبرك انا لما قريتها وصلت الكونكلوجن انه كوميكو عندها مشكلة، او في بلاش يعني في شخص عنده مشكلة ما اذا هو لم يحلها، اذا هو محلهاش فهو هينتهي بانه يدمر علاقاته ويفقد كل الحياة، وان هو في تروما، وازاي الموضوع مش بس بالسطحية دي وايه الدبسس بتاعتها. يعني هي زي الهيدلاين انه انت لازم تتخطى التروما بتاعتك يا اسطى، والا هتخسر حياتك وما ينفعش تتجاهلها. خلصت نقطة. ف وشكل التروما وقد ايه الموضوع صعب. وكانت الرواية كلها عن ان البطل عايز ينقذ كوميكو من افكارها، ويعني اللي هو مش هسيبك يا كوميكو يا زوجتي يا عزيزتي كده يعني. بس رواية كافكا على الشاطئ انا بحس ان هي ليفل 2 بقى. يعني انا معرفش مراكمي كتبهم ازاي، بس هو اكيد مش بالليفل اللي انا بقرا فيه، هو ده حرفيا ليفل 2 اللي هو انت خلاص عرفت يعني ان انت لازم تعالج التروما، تعالى بقول لك هتعالجها ازاي. فمثلا في صفحة 532 المهم يعني انه كان الكور بتاع انا هقول الرقم يعني عشان لو انا طيبة قوي وما حرقتش. فمثلا في صفحة 500 532 ماشي، الحتة اللي هي بتاعت يعني مثلا نعد 1 2 3 4 الفقرة رقم 4، هو بيقول حاجة اللي هو انا هقرأها يعني بس مش حارة بقى. رغم انها تحبني رغم انها تحبك، اللي هو بيقول يعني رغم ان هي بتحبني هل الشخصية دي اذتني انا البطل بهذا الشكل؟ فكنت يعني ممكن ما احرقش عادي، ممكن اكمل من غير ما احرق. بس اللي انا عايزه اقوله انه كوميكو او يعني you have to heal your trauma. ماشي قشطه، اعملها ازاي دي بقى؟ يعني كيف اعالج التروما بتاعتي؟ عن طريق انك تعيش مأساة العالم، الحرب مثلا اللي سببت الناس اللي حواليك يتصرفوا بهذا الشكل، يعني تفهم هذه الحرب وتفهم الأذى الواقع على الناس اللي أذوك. فلما تعيش حرفيا حياتهم أو تدخل في الطريقة اللي هم اتأذوا بيها، وقتها تقدر تفهم بالظبط، رغم انك انت الضحية، رغم انك اتأذيت جامد، بس لما تفهم دوافعه وهو ليه ايه اللي ادى بيه لهذا الضعف، لانه وراء كل خطيئة بشرية بيكون في ضعف، صح ولا مش صح؟ يعني انا مش لما بتكلم لغة عربية فصحى مش بقول كلام ديني، انا بقول افكاري مش اكتر. محدش يعني يقول يعني ما علينا. اللي انا عايزه اقول انه اللي بيسبب ان الواحد يعمل حاجة شريرة ان هو كان ضعيف. انت بتضرب اهل بيتك علشان انت حاسس انك ما عندكش سلطة في الحياة، وانك فقير وعمرك ما هتخليهم سعداء. انت بتسرق لانك فقير، يعني من الضعف البشري. انت مثلا من الضعف البشري من افكارنا الشريرة عن نفسنا، او من الضعف او من فكرتنا عن ان احنا محتاجين نبقى اقوياء ويبقى عندنا سلطة معينة او مال معين، لان احنا بنحاول نداري حقيقة ان احنا مش هنعرف نتحكم حتى في موتنا. فمن هذا الضعف تتولد الخطيئة والشر. فاذا انت قدرت تعيش سبب الضعف هذا، وقتها هتقدر تفهمهم، وقتها تقدر تسامح، وقتها تقدر تتحرر ومش هيكون للماضي سلطان عليك. فدي كانت بالنسبة لي فكرة الصراحة ثورية. يعني أنا شخصيا رحلة 15 ل 20 سنة مثلا يعني مجازا، حسيت إنه يعني هي كده فعلا تتقاس كده يا صاحبي. يعني ما لقيتش طريقة تانية، يعني حاولت كل الطرق بس لقيت هي دي الطريقة. إنك مش هتقدر تتغلب على الخوف والغضب إلا لو أنت بشكل ما فهمت وسامحتهم. فعلا سامحت، يعني اللي هو أنا بس بسامح يعني. انا اكيد لما اتذكر هذه الاحداث المؤلمه في الماضي، واكيد هي بشكل ما هتدعوني ان انا انفذ يعني هتخليني اعيش بطريقه معينه، بس مجرد وعي بالدوافع دي ومجرد وعي بالافعال دي
هيخليني ابقى فاهم انا بعمل كده ليه، وممكن اوقف الفعل ده واغيره حتى لو ده بيحسسني ان هو ده مش انا. مش عايزه اكون الموضوع ملعبك قوي، بس أنا ممكن اسيب لينك مديتيشن انا برشحه كتير لاصحابي يعني. ان انت بتتغلب على الغضب، بس هو كان بالنسبه لي انت تتغلب على حاجات كتير قوي. كانت سيريس مديتيشن عاملاه على نتفليكس. هو الصراحه نتفليكس مقاطعه، بس انا ما اعرفش صراحه هتلاقيه فين تاني، بس انا بشوفه على ديلي موشن عادي المتهكر يعني. بتصرف فملناش دعوه بنتفليكس. هيد سبيس. فهي دي نقطة الرواية، يعني ان هو شايفة ان اللي عباكة الرواية دي كلها هي رحلة البطل في فهم والده وامه، وبالذات امه، لان هي امه هي اللي سببت ان والده يأذيه وهو هرب من البيت علشان كده. وانا صراحة بحب الطريقة اللي بيبدأ بيها مراكمي رواياته. يعني اللي هو الرواية دي بتبدأ انا بجمع 40,000 ين وخدت السكينة وسايب البيت، والله ما راجع هنا تاني. برضه يوميات طائر الزبورك بدأت بطريقة عسولة أوي، اللي هو أنا كنت بعمل السباجيتي وعمالة أسمع مزيكا وفجأة التليفون رن. بحس إن أنا والله في طائر عدى أنا كان نفسي يطلع، بس مش يطلع من حتة فتحة الصمت الصغيرة دي، بس الريشة يعني. ف كنت بقول إيه؟ عودة بقى لكوميكو. يعني أنا كنت شايفة إنه لو كوميكو أخوها هو اللي أذاها، فهي كانت لازم، رغم إن هي عاشت معاه في نفس البيت وشافت نفس الخيوط، إلا إن هي كانت لازم تفهم إزاي الخيوط دي شكلته، وبهذا الشكل تقدر تتحرر بشكل ما من أسره. يعني طبعا بعد ما تفصل نفسك عن الشخص المؤذي، يعني عن البيئة المؤذية اللي انت فيها، لأنه انت هتفضل تتأذي. يعني اوكي أنا فاهمك أنا فاهمك أنا فاهمك، اوكي أنا فاهم انت عملت كده ليه، بس انت ستيل بتأذيني، فأنا محتاجة أبعد عنك. يعني أنا مش هلوم النار ومش هلوم التعبان، بس أنا هبعد عنهم، بس مش هخليهم يحسسوني بمشاعر سلبية تخليني أحس إن أنا مسجون في فكرة معينة، أو مسجون في تعاسة معينة. لا أنا مسامحك. وأنا شايفة صراحة إن السماح دي أقوى حاجة، لأنه إذا أنت مسامح بجد فأنت ما عدتش متأذي، يعني ما عدتش غاضب. اللي هو أنا أكيد لما بفتكر الماضي بزعل، أكيد بيبقى ليه مشاعر، بس الماضي فضل في الماضي. يعني أنا تركت الماضي في الماضي، والحاضر بقى حر. ويعني اللي هو الحاضر مبقاش حر 100%، لأن الحاضر أقولها إزاي، يعني انت هتجيلك فكره، لان انت الشخص اللي في الماضي انت هتجيلك فكره تخليك تتصرف تصرف معين. لو انت مثلا بتخاف، بلاش دي، يعني هتجيلك فكره تخليك تتصرف بتصرف مؤذي تأذي ناس تانية حواليك. بس اذا انت واعي بده، فانت اوكي كده خليت الماضي في الماضي، اللي هو ايوه انا كنت هعمل كده لو انا كنت نفس الشخص زمان، بس انا دلوقتي هتغير وهعمل كذا، او مش هسيب نفسي افكر كذا، او هغير فكرتي عن كذا. انا باخد قرار واعي بذلك، وكأن الماضي ما شكلنيش ابدا. وقتها في الحاضر ده بقى هيترسب وهيبقى هو الماضي بتاع المستقبل. وقتها somehow انت بتبني حياة، يعني حياة انت كنت عايز تعيشها من الاول. طبعا الفكرة دي ليها، يعني هي نظريتي وفلسفتي في الحياة، اكيد ليها افكار تانية، بس تاني دي بس مجرد وجهة نظري ويمكن تتغير. بس انا مبسوطة بيها يعني، وحاسة ان انا عايزة اعيش بيها فترة طويلة قوي. تمام. مش بس غلاف الرواية هو اللي روش، ولكن ايضا يعني انا الكتابة اللي ورا دي ساعات بحسها يا اما بتحرق قوي، يا اما هي مملة قوي تخليك مش عايز تقرا، يعني اللي هو شكرا يا اسطى. بس الملخص اللي محطوط تحت ده هو صراحة شافي. يعني انا حسيت انه لو انا بس قلت، لو طلعت قريت الكلام ده خلاص انا كده هبقى مبسوطة. انا حقيقة مبسوطة جدا جدا برواية كافكا على الشاطئ العربية، يعني من ناحية كل حاجة. آه عايزة اقول حاجة تانية برضو، وهي انه انا كاتبة النوتس بقرا ايه تاني. ان هي رحلة فردية، انه نفترض انه كافكا وصل لنهاية الرحلة الفردية. يعني انا بقول فردية لانه محدش يساعدك فيها، محدش يساعدك فيها، محدش يساعدك فيها. دي تاني وجهة نظري، يعني مينفعش حد يساعدك فيها اصلا، محدش يقدر يساعدك فيها. انت لازم تكون بمفردك في هذا الامر، لانه اذا حد كان موجود وساعدك ولو الحد ده مشي بقى تبقى تروما مركبة بقى. انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ رحلة فردية، وانت وقت ما تخرج منها تبقى مش عارف تعمل ايه. يعني حتى البطل في اخر الرواية بيسأل يعني انا اعمل ايه. فاتقال له جملتين، اللي هو انظر لحاجة معينة واسمع للرياح، انظر للوحة معينة واسمع للرياح. انا كنت اولتها صراحة، اللي هو يبقى افتكر بس الماضي، وكأنه يعني افتكر بس ايه اللي حصل في الماضي، وان انت خرجت من هناك. ولما تبقى عارف انت مش بتحب ايه هتبقى، او مش عايز شكل حياتك يبقى شبه ايه، اكيد بشكل ما تبقى تتخبط. يعني اكيد لما يعني مثلا انت تحت الصفر، لما طلعت للصفر اكيد لما تبدأ واحد اكيد هتاخد ضربة تروما تانية توقعك على وشك، منطقي. بس ده هذا يعني في نقطتين منفصلتين، ان انت خلصت الرحلة ووصلت للنهاية،
ولا يعني للبدايه، وصلت للبدايه حرفيا، بس اول ما تبدا في البدايه دي اكيد حاجات تانية هترجعك لمراحل تانية من الالم يعني. هذه هي الحياه. بس مبروك يا اسطى، انت تغلبت على اصعب حاجه، يعني اصعب حاجه فرويد على الاقل كانت مجنناها. ماشي. أم، في حاجات حبيتها في الرواية، أو بيبقى في themes أو حاجات كده بتتكرر في رواية مراكمي، أنا برضو ذكرت منها شوية في يوميات طائر الزنبرك. فعايزة أقول الزنبرك ده يا جماعة اللي بيشوف الفيديو أول مرة، هو الزنبلك، هو الطائر بيلف بالزنبلك. حاجات عايزة أقولها برضو، دايما في روايات مراكمي بيكون في طيور باينة أوي، طائر الزنبلك، وهنا في غراب، في قطط. الرواية دي فيها راجل بيكلم قطط، ودي حاجة مثيرة أوي للاهتمام. دايما يعني مراكمي بيحب القطط، ودايما دايما في قطة في الأحداث، يعني قطة بتضيع أو قطة يعني بتبقى هي رمز لحاجة معينة يعني. في بئر، في بئر في الرواية دي، بس أنا مش فاكرة في أنهي صفحة، بس أنا أكيد كاتبة، يعني أنا أكيد كاتبة هنا. أكيد كاتبة هنا في أنهي صفحة في بئر. في كوخ، يعني المرة دي البطل بيروح يعزل نفسه في كوخ، مش زي يوميات طائر الزنبلك بيروح يعزل نفسه في بئر. كان وصف مراكمي للظلام بيكون مثير للاهتمام، بيفكرني بوصف المنسي قنديل. انا كنت كاتبه بوست على الشانل دي عن المنسي قنديل، مفيش فيديو للمنسي قنديل للاسف. بس من الحاجات الروشة اللي في الوصف ده ان هو زمان العالم كان فيه ظلمة خارجية وفيه ظلمة داخلية، وكانوا هما الاتنين متصلين. لما اخترعنا المصباح الكهربائي بقى دلوقتي الانسان انتهى بظلمته الداخلية فقط. وانا كنت حاسة ان دي حاجة روشة قوي، لانه حقيقي احنا يعني اوكي الحياة مشاغل وهكذا، بس يعني لو انت في يوم من الايام قعدت فاضي هتكتشف انه في يعني دماغك هتسحلك من الاخر. اه ماشي. ايه تاني؟ في منزل مهجور، البطل دايما بيحس ان هو he can relate to منزل مهجور. في هنا تروما بتحصل للبطل، ان هو حد عزيز على قلبه بيرحل يعني، والشخص ده هو بيرحل بيبقى البيت قاعد فاضي خالص. كان هو يعني هو مش عايزه احرق والله، بس هو كان طفل عنده 4 سنين، وقررت آم، احد افراد الاسره ان هو يرحل. ان هي ترحل، هتكون مين يا ترى؟ دي طفل عنده 4 سنين. مامته قررت ترحل، فهو كان قاعد وحيد، وكان حاسس بالبيت فاضي، وهو حاسس ان هو زي البيت المهجور ده، ان هي والدته مش بس هجرت اباه، هي كمان هجرته هو. وكان قاعد بيشوف فيه غراب بينعق على سلك، فكان الغراب ده هو صديقه، يعني هو ده نذير الشؤم. وليه نذير شؤم؟ لان والده تنبأ له بنبوءة، والنبوءة دي هي الجزء الميتافيزيقي في الرواية، هي أساس كل حاجة سحرية في الرواية. آه، بس يعني لما كان بيبقى في زي حد بيستيت معلومة أو حاجة، كان هو أو في دماغه، يعني كان هو الغراب ده، الغراب اللي هو رفيقه. أنا وأنا صغيرة كنت شايفة إن دي حاجة سوداوية جدا، الرواية دي سوداوية جدا 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 يعني، وكأن يعني مراقبي بيكتب بأسلوب كافكا حرفيا. بس لما كبرت أدركت لأ، يعني هو بس عشان كانت أول مرة أقرأ حاجة بالقوة دي. في هنا برضو غير المنزل المهجور في سائق بيساعد دايما في الرواية، يعني مش دايما بس على طول بيكون في سائق بيدي نصيحة. ما هو دي حاجة 1 كيو 84 في رواية 1 كيو 84. انا فاكرة جدا، يعني شوف ان انا قرأت مثلا 1 كيو 84 من 2022، فاكرة ان سائق الحافلة بيقول لها هناك حقيقة واحدة للأشياء لا تدعي المظاهر تخدعك. هنا في شخصية بيساعدها سائق حافلة برضو في الرحلة، ولولا الأحداث ما كانتش هتمشي من غيرها يعني. فتحية لكل الرجالة اللي بيقعدوا ساعات طويلة على الطريق. ماشي. هو حاجة عبقرية في روايات مراكمي ان هو، او في الرواية دي بالذات يعني، ان هو كان بيجيب 2 شخص، وده فصل وده فصل. اسلوبه سلس جدا لدرجة انه يعني كل فصل بينتهي بنهاية مفتوحة، انت تبقى عايز تسكيب الشابتر علشان يعني انا مثلا بقرأ الفصل الاول انتهى نهاية مفتوحة، فانا عايزة اسكيب شابتر 2 عشان شابتر 2 هيحكي خط القصة التاني، واروح على شابتر 3 عشان افهم ايه اللي هيحصل في شابتر، يعني ايه تكملة شابتر 1. بس في الحقيقة ان شابتر 2 بيكون يعني مثلا في شابتر 0، شابتر 2 بقى انت محتاج يعني اقولها ازاي، ان هو بيجري بيك لنهايات مفتوحة على خطين،
ودي حاجة مبهرة، انت بجد بتبلع الرواية يعني. تاني انا اول مرة قريتها اعتقد خدت وقت طويل، بس تاني مرة لانه يعني كتر القراءة بتخليك تجري. ف يعني 400 صفحة في يوم، 200 صفحة في اليوم التاني، كنت هكملهم 600 في يوم واحد لو انا ما كنتش قرأتها متأخر. فبجد انت مش بتحس بملل خالص، الرواية بتبلعك. بس في ناس تحس بملل، اللي هو بقى يقول لك بيوصف كتير، لو مثلا قعد 6 ساعات بيوصف رجل كرسي. انا مبسوطة يا عم، انا مبسوطة. بس هو فعلا مراكمي يعني اللي هو it's pleasure to read مراكمي، حقيقي حقيقي it's pleasure to read مراكمي. حاجة تانية وهي الرواية دي في العالم العربي، عالمنا العربي صراحة، مش أي عالم، في أي عالم منطقي يعني، في حاجات ويرد جدا حاجات ملهاش لازمة. بس أنا شايفة إنه يعني إنه فيها شيء خاطئ تماما، مش مفيهاش حاجة صح. يعني أنا عارفة إن أنت مراكمي وإن ده العالم بتاعك، وإن أوكي أنا يعني أوكي أنا تمام مع أي حاجة أنت بتقولها. بس يا اسطى اللي أنت عملته ده غلط. يعني في حاجات غلط وملهاش لازمة. أنا الصراحة مش بنفي ده. وأنا بقرأ كنت حاسة إنه إن أنا بدور على ان هي خارج نطاق. يعني انا كاتبه هنا ان هي كاتبه هنا 3 حاجات غير كافكا على البول وكافكا على البحيره، ان هو مراكمي ريدز مي، وان انا ببحث عن منطق يناسبني. يعني انا زمان ما كنتش لاقي منطق يناسبني، بس انا حاليا ببحث عن منطق يناسبني. كاتبه تحت ان هي خارج نطاق ادراكي، ان انا كنت في نص الروايه حسيت ان انا مش فاهمه اي حاجه. يعني لو انا محتاجه مثلا جرعه وعي تانية عشان افهم الروايه دي بجد. بس يعني الحمد لله دلوقتي بقيت فاهماها. في برضه حاجة تانية أنا ليه بصور هنا تاني غير الغراب والشاطئ، وهي إنه هنا يعني الرسومات دي كلها عن مغنيين أنا بحب أسمعهم. يعني هنا يا تعيش راقع يا تموت واقف بتاعت كايروكي، ده عبد الحليم. آه رابرز أنا يعني، يعني كانت دي رسومات ليها علاقة بالأغاني. ف في الرواية دي هو مراكمي عادة وانت بتقرأ هو بيديك مزيكا تسمعها، ودي حاجة بحسها روشة يعني، لأنه هو دي نفس المزيكا اللي هو اسمعها وهو بيكتب. وبتحس ان هي لايقه على المود قوي. يعني هو بيديك التجربه الكامله، اللي هو انت قاعد لوحدك في البيت بس استنى، اديتك روايه طويله تسحلك ومزيكا تسمعها، وبعد ما تخلص الروايه تتعلم حاجه جديده عن الحياه. بليجر والله. أم، كان في شخصيه اللي هي السائق دي بتكتشف المزيكا، جمال المزيكا لاول مره، وان هي قد ايه بتغير حاجات في البني ادم. انا صراحه يعني ليا اراء عن الموسيقى، بس حاسه ان انا متفقه مع الفكره دي، ان انت لما بتسمع مزيكا وتنغمس فيها قوي يعني نوعا ما بتوريك حاجه برضو في نفسك. يعني ممكن اقولها بالطريقه دي. بس هو قعد يوصفها يعني برضو في حاجه تانية السائق ده عملها، وهي انه قعد يوصف شعور الامتنان للشخصيه. والشخصيه دي كانت كل مره، يعني كل مره انا باجي اشكره، يعني انا السائق كل مره باجي بشكره بلاقيه راح في النوم. فكنت بحس انه الامتنان ده مش رايح سدى، لان هو في قلبك، انت بس حاسس بيه. يعني الشخصيه التانية هي يعني مش محتاجاه قوي، هي اكيد هتبقى مبسوطه لما تسمعه، بس اللي هو انت اللي كنت محتاجه. يعني انا بحس ده اللي هو بتبقى مشاعر ذهبيه جدا في الانسانيه، اللي هو انت لما انت تحس بالامتنان او الشكر تجاه حاجه انت اللي بتستفيد، ولما انت بتساعد حد انت اللي بتستفيد. يعني بحس ان دي تبقى حاجه ثوريه، اللي هو المفروض دي تبقى مشاعر رايحه لشخص تاني، بس هي بتصلح حاجات في قلبك. ماشي. هنقرا بقى حاجات يعني في الروايه، محطات يعني. آه، انا وقفت قرايه في صفحه 396 علشان يعني عارف انت لما تكون بتقرا اللي هو انت شايف في اقتباس حلو، في جمله روشه، في حكمه لذيذه، بس لما توصل معاك لجمله somehow بتتاتش your soul. آم، انا كنت محتاجه يوم كامل افصل. يعني انا قريتها مرتين 400 و200، محتاجت يوم في النص بس اللي هو افصل كده. كانت الجمله: كل من يعشق يكون في بحث عن أجزائه المفقودة من نفسه. في أغنية لمسار إجباري تقع وتقوم بتقول: ده العشق ملوش أصل وتفسير ويبان في عيونك مهما دريت. بس حتة اللي هو ده العشق ملوش أصل وتفسير، حتى برضو في أنا كارانينا لما كانت هي بتقول انت بتحبني ليه، هو بيقول لها مفيش ليه في الحب. الصراحة دي كانت وجهة نظري، بس الصراحة لما قريت يعني انا كنت مقتنعة كده، اللي هو انت عمرك ما تقدر تسأل حد انت ليه بتحب الطرف التاني يعني. بس اكشلي العشق ليه اصل وتفسير.
لأن كل من يعشق يكون في بحث، يكون في بحث، يكون في بحث الناس اللي متفهمش عربي، يكون في بحث عن أجزائه المفقودة من نفسه. طيب هل ده معناه ان احنا ناقصين؟ انا مش بناقش دي اللي هو الانسان ناقص ولا كامل، دي احنا عارفينها، دي احنا مقتنعين بيها. بس اللي انا بقوله انه يعني هو وصفها اللي هو زي انك تكون في غرفة عزيزة قديمة وبعيدة، اللي هو زي انك تقابل حد انت كنت تعرفه قبل كده، زي مثلا رواية جين اير. هما معناه ان احنا يعني وكأننا قبل ان نوجد، يعني انا كنت عارفك في حياة اخرى، او اللي هو انا كنت عارفك، اقولها ازاي، انا مش عارفه اقولها ازاي، بس اللي هو احنا كنا نعرف بعض من قبل ما نتولد، احنا بس مسألة ان احنا نتقابل دي مجرد مسألة وقت، كان لازم الوقت ده يعدي عشان نتكون، علشان نعرف نبقى مناسبين لبعض. ف انت مش بس ناقص او في حاجة ناقصة منك، او في حد هيكمل لك حاجة ضرورية لوجودك، بس اللي هو زي انك يبقى في حد غالي عليك قوي وفرقكوا السفر، وبعدين انت قابلته بعديها ب20 سنة. هو ده الشعور، بس مع الفرق ان انت بتحسه مع شخص لأول مرة، فانت بتدور على اجزاء مفقودة من نفسك، لان هو شبهك، هو بيكملك، هو حاجة ممكن ما تبقاش عندك ابدا، بس مجرد ان انت موجود حواليه بالفايب بتاعته، فهو جزء مفقود من ذاتك. وعلشان كده دي حاجة حزينة، لانه لما بيحصل مثلا بريك اب او كده، انت بتفقد هذا الشخص للابد. بحس ان الحب والعشق بيبقى على كذا ليفلز، يعني ممكن بس تكون انت بتحب تكون حوالين شخص ما، بس حتة ان انت تبقى هو جزء مفقود من ذاتك، ودي مش بتأويلها اللي هي الحاجة الحزينة، بس ان هي زي يعني تماما كعودتك الى غرفة عشت فيها ذكريات عزيزة عليك ولم ترها منذ فترة طويلة، انه مجرد شعور طبيعي. يعني بس هنا اللي هو انت رجعت الأوضة فيها ذكريات عزيزة وما شفتهاش بقالك فترة طويلة، فده مجرد شعور طبيعي. فصراحة يعني العشق ليه أصل وتفسير. ممكن تحب حد لكذا سبب، يعني يعالج فيك حاجة، أو أيا يكن، أو يعني يخليك تكتشف الحياة بشكل مختلف، بس كل ده في حتة، وحتة الجزء المفقود من ذاتك دي الصراحة بالنسبة لي كانت في حتة تانية خالص. أنا مكنتش عايزة أعمل الكاميرا كده من الأول عشان لما أكلمكم من فوق بس هحاول يعني، بس أنا كنت عايزة أجيب حجم الرسومات اللي ورايا. فدي اقتباس. اه انا كنت صراحه فكرت فيها اليوم ده بقى، اللي انا كنت صراحه ما كنتش بفكر، بس كنت بلت يعني الحاجات فلو. فانا بحس انه اعمق حاجه يعني في الحب، حاسه اني بقيت كرنج دلوقتي بس يعني اللي انا عايزه اقوله انه مش ان انت بس يعني مش انك بتحب الشخص لانك محتاجه، بس انت بتحبه لان انت بتحب تتشارك الحياه معاه، واذا هو رحل فانت مش هتتدمر تماما، لان هو هيميك شور ان رحيله ده مش هينهيك تماما. يعني انت عندك نوعا ما قدر كافي من العلاقات والحب الذات، يعني تقدر تقف على رجلك بشكل ما، يعني مش هتنتحر، حتى لو الحياة تبقى تعيسة بس مش هتنتحر يعني. أم، بس يعني اللي هو انت بتحب تتشارك الحياة، ودي حاجة عميقة قوي، اللي هو احنا بنتشارك الحياة. انا ببص هنا عشان انا في مراية، وانا صراحة بحبش ابص للكاميرا. ماشي، تعالى نبص على باقي الاقتباسات. مش تاني اقتباس وهو مشهور جدا، ويمكن هو اللي كل الناس تتكلم عليه يعني. هي بتقول: أريدك أن تتذكرني إذا تذكرتني أنت فلا يهمني النسيان الجميع. صراحة الاقتباس ده فكرني برواية الغابة النرويجية. كان برضو في شخصية بتقول شخصية اللي هو أنا عايزاك تفتكرني، هل هتتذكر إن إحنا ذات يوم وقفنا هنا في هذه اللحظة من الزمن. انا صراحة حسيت ان الاقتباس التاني هو اللي علق معايا، يعني ان الاقتباس ده انا نسيته خالص، زي ما قلت الرواية كلها نسيتها. بس الصراحة برضو انا وقفت هنا، يعني اللي هو انا حسيت انه دي حاجة قوية برضو، اللي هو نوعا ما لما تطلب من حد ان هو يتذكرك دي بتكون فيها حتة انانية، اللي هو ما تنسانيش انا، ما تنسانيش انا. يعني هي مش انانية، بس هي حاجة ملعبكة كده، اللي هو انا عايزك انت تفتكرني. ان قد ايه الاقتباسات دي شكلت وعي بدري بدري، وانا ممتنة لكده. حاجات زي اني بحب اتفرج على السماء، او اني بركز في احلامي، او
وجود القمر، او يعني ايه السور كور، يعني يعني ايه جملة اشوف العالم بعينيك وتشوف العالم بعينيا. ناس بتقول ان الادب مش مهم وهكذا. انا كنت ابقى شخص مختلف تماما. انا بحب الشخص اللي انا عليه، لاني بحب الكاتب او الفيلسوف او المبدع اللي خلاني اشوف العالم بعينيه، ويبقى ليا نظرة خاصة يعني من الارض اللي هو خلاني اقف عليها. وصف مراكمي هي رواية ممتعة جدا حتى لو انت مفهمتش اي حاجة. يعني انا هوقف هنا وهبدأ بقى اخش في حتة ان انا احرق الرواية. بس قبل ما احرقها انا عايزاك انت بالذات اللي بتتفرج تقراها، لانه وصفه قوي جدا. انا وانا بقرا كنت شامه ريحه البحر، حرفيا كنت شامه ريحه البحر. ودي حاجه مثيره جدا، كنت شايفه البحر، العالم كان ملون جدا. وهي تجربه جميله ادبيه وفلسفيه وثقافيه من كل النواحي يعني. فلنفترض ان انت هتوقف هنا. كنت عايزه برضو ان في اغنيه، يعني اغنيه انا دورت عليها على يوتيوب، ما لقيتش ان هي اغنيه حقيقيه، وكل اللي قرأوا الروايه يعني ارتجلوها. بس بشكل ما انا كنت سامعه اللحن ومش قادره اوصف ده ازاي. واكيد كل واحد فينا هيقراها كده هيبقى عنده بس بشكل ما لحن مختلف. بس يعني انت متخيل انت بتسمع لحن اغنيه عمرها ما اتألفت، وبتشم بحر وانت قاعد في وسط الصحراء، عايش في الصحراء. ويعني الرواية جميلة جدا. يعني انا مش فاهمة ليه الانسان ممكن ما يقراهاش يعني. فوقف بقى هنا، ولما تقراها ان شاء الله وتوصل ل 621 ما تبقاش فاهم اي حاجة، تعالى لي بقى علشان اقول لك انا فهمتها ازاي، وايه هو حرقي للامور. مش هيبقى حرق بقى، هيبقى مجرد تفسيري للرواية. مش عارفة، انا مش عارفة انا ليه ما صورتش كده من الاول. حاسة ان دي احسن زاوية يعني ما علينا. عايزه اقول بس قبل ما ابدا احرق ان انا لما قلت في اول الفيديو ان انا شفت ان هو كان لازم على القمر يكتمل، عشان بس لو محدش واخد باله، لو بصيت في القمر في اكيد مش محدش ياخد باله بس انا عايزه اقول لو بصيت على القمر في حتت سودا. كان زمان بيعتقد، زمان بقى زمان قوي، كان زمان بيعتقدوا ان الحاجات السودا دي هي البحر، لان هي حته منخفضه فهي اللي مسببه الظلام ده. فهو بحر، وكانوا بيعتقدوا ان في مياه على القمر بسبب هذا الامر. فكانوا بيطلقوا عليها ماريا. وماريا ده اسم غربي معناه بالشرقي هو مريم. فأنا كنت حاسة ان انا لو هبقى كافكا على الشاطئ، لو هبقى مريم على شاطئ فوق القمر، فلازم كان القمر كله يكتمل يعني علشان الفيديو يطلع. حقيقي القمر بالليل كان حلو، حتى متعة يعني ان انا اعمل الفيديو ده واكتب السكريبت بتاعه. لما كنت بكتبه كان لما دماغي بتتزحم قوي، يعني ازاي ارتب الافكار او كده، كانت بحس ان ببص بلاقي الغيوم ملت السما وحجبت عني النجوم، ولما دماغي بتصفى يعني بلاقي ان السما فوقيا صفيت. فكان حاجة جميلة. برضه اول ما خلصت الرواية سمعت اغنية جانا الهوى. حسيت بشكل ما انه صراحة حاجة شخصية يعني ليه سمعت جانا الهوى. بس سمعتها وسمعت قلبك ده عنواني، وقبلها تقع وتقوم مسار اجباري. فكنت عايزه بدي يعني ادي الاغاني اللي انا سمعتها واللي هو ليه قلت القمر. لو قراء مراكمي لازم حياته تتاثر باسلوب حياته هو شخصيا، فده كان التاثير عليا يعني. اخواتي اللي وصلوا للدقيقه دي مستنين احرق، اهلا وسهلا. يلا بينا بقى نقول الروايه دي كلها بتتكلم عن ايه. اقول ايه بس ولا ايه؟ بص، هنفترض دلوقتي انه عندنا هنبدأ بالآنسة سايكي. هي ست كانت بتحب واحد جدا، وهو لو الناس اتقسموا يعني لو الناس هما نصين وكل واحد بيدور على النص بتاعه، هي كانت بتحب ولد هيشار ليه مجازا بان هو كافكا. وهذا الولد يعني بيقرر يروح. هما بيحبوا بعض جدا، هما دائرة مكتملة، واللي هما البيرفكت كابل، واللي هو مش عايزين حاجة تانية من الدنيا وخلاص الحياة لذيذة. بيروح الجامعة وبيبقى فيه زي مناوشات طلابية، وبيموت موتة بلا جدوى تماما يعني. فهي طبعا بتتعقد وبتروح سايبة القرية كلها، وبتختفي بقى تماما. وبترجع بعد كده هنقول بقى بترجع ازاي يعني. بس في اثناء اختفائها بقى في فرضية بتقول ان هي بتتجوز واحد اللي هو تامورا، وبيبقى عندهم طفلة متبناة. وبعديها بيجي البطل اللي هو برضو اسمه كافكا،
هو ما اسموش كافكا بس هو بيدي نفسه اسم كافكا. و ويعني بيعيشوا سعداء عائلة. بس هو ما كان، هو لما اتولد حس كافكا لما اتولد حس ان هم يعني ولادته ما كانش مرغوب فيهم، هما كان عندهم اوريدي طفلة متبنية يعني. لما بقى عنده 4 سنين بقى امه بترحل وبتسيبه مشهد البيت المهجور والغروب والطائر الغراب، ووالدته بتمشي وبتاخد معاها الطفلة المتبناه. الطفلة المتبناه دي هي اخته. ما نعرفش يعني راحت فين او هكذا، بس ما خليناش نستبق الاحداث يعني عشان انا لو نطيت في الاحداث عايزه انط في الاحداث، بس ما علينا بالراحه. ماشي، دلوقتي كافكا بيفضل في البيت وبينسى كل ذكرياته عن امه، ووالده بيرمي كل الصور عن مامته وبينسى وجهها يعني. من الروايه يعني ابو كافكا بيتم ذكره مثلا مرتين، ومش بيتم ذكره يعني مش بيتم ذكره بشكل سيء، بس انت بتفهم ان هي حاجه متتكلمش عنها، اللي هو علاقه سيئه قوي. يوم عيد ميلاده محدش بيجهزوله، بيروح السينما لوحده. يعني هي بس ذكريتين بعيدتين، واللي هو في حاجات كتيرة قوي ماتت وزي طفولته اتسرقت منه. فبيتم 15 سنة وبيقرر ان هو هيهرب من البيت. بيروح بيظبط اموره يعني، بيروح يقعد في مكان زي فندق ويظبط يعني فلوسه وهكذا. وحياته عبارة عن ان هو يروح يتمرن في النادي ويقرأ ويروح البيت يقعد على الكنبة يسمع مزيكا. فكانت دي هي نظام حياته لحد ما في يوم بينام ويصحى ويلاقي على ايده دم. كان والده بيبدأ بقى يعني دي الأحداث اللي هي العادية. بيبدأ فيه جزء تاني اللي هو ميتافيزيقي، وهو انه بيكتشف ان في نبوءة وهي عقدة أديب. وصراحة لما كنت وانا صغيرة قريت التفسيرات بتاعت الرواية والناس قعدوا يقولوا اتكلموا كتير قوي عن عقدة أديب ده، انا كنت حاسة ان هي بعيدة كل البعد عن الرواية يعني. ويمكن لحد دلوقتي، بس ما علينا. ان هو أديب بيقتل أباه و المفروض ما نخليش الموضوع awkward. بس هو بيقتل اباه وبيتزوج. نفترض ان هو بيتزوج امه يعني بيتزوج مع امه. ادي في ناشونال جيوغرافيك. هو بيتزوج مع امه. فهو ابوه قال له انت هتقتلني وهتنتهك امك وهتغتصب اختك. فالبطل بيهرب علشان بيهرب من البيت يعني حقه الصراحه. لو انت ابوك مجنون وقال لك كده اهرب من البيت يعني ما تستناش اكتر من كده. بس في يوم بيصحى بيلاقي دم على ايده، فبيروح يغسل ايده. وكان هو هربان في الحافله في بنت قاعده جنبه. البنت دي قالت له يعني هي حست ان هو هربان من البيت، فكانت اديته رقم تليفونها، قالت له لو حسيتي انك محتاج تتكلم مع حد يبقى اتصل بيها. فقالت خير يعني، فاتصل بيها لان هو كان حاسس ان هو وحيد تماما، حرفيا ما بيتكلمش مع حد يعني. فهي يعني قعدته عندها في البيت. هو يوم الليله يعني وقرر ان هو يرحل. مجازا هو اعتبرها ان هي دي اخته. مجازا اعتبر ان هي دي اخته، وفي حلم من احلامه اعتبر ان هو بيفعل هذا الشيء يعني علشان ينفذ النبوءة. هو ليه بينفذ النبوءة؟ علشان يديها نهاية. بس ده كان في احلامه يعني. بس في هنا برضو اقتباس على السور في الرواية اللي هو انا تبدأ مسؤولية في الاحلام. يعني الاحلام دي اللاواعي واللاوعي واللاواعي ده جزء منك. فهل دي مسؤوليتك حقا ولا لا؟ ما علينا. آه يعني هل ده السؤال؟ انا صراحه شايفه انه يعني بشكل ما مش تأذي حد الارض الواقع، بس بشكل ما دي كلها كانت افكارك ومفيهاش مشكله يعني ان انت تبقى واعي بيها. بس هل هي دي هل ده بتحط عليك مسؤوليه بجد؟ هل الفعل يكون اخلاقي؟ ما اظنش يعني. احنا في اللاوعي وهكذا، فكلها مجازات. آم، ماشي كده احنا قابلنا اخته. بعديها بقى في المكتبه بيقابل شخصيه اللي هي موظف الاستقبال. بصراحة أنا عندي نقطة. يعني هو موظف الاستقبال ده ما كانش ذكر وما كانش أنثى بسبب تغيرات هرمونية في جسده. وأنا صراحة كنت شايفة إن كان في فيديو على اليوتيوب شفته من زمان قوي لحد يعني بيعاني من هذا الأمر، وإن هو تم إخضاعه لعملية جراحية معينة. وهو مش يعني هو زي مسامح أهله، بس الطبيب مش مسامحه لأن هو المفروض متعلم. وأنا مش بتكلم عن الناس اللي هو باختيارهم بيحولوا من جنس الآخر، أنا بتكلم عن الناس اللي هو يعني بيكون ده ابتلاء في حياتهم والامر ليه حاجات شرعيه. بس انا حبيت يعني طالما انا بسجل حاجه زي كده ان انا اقول انه يعني في لو انت ربنا يعني مش بحب التمييز، فاهمني؟ لو المفروض ما يبقاش في تمييز، اللي هو بتبقى واقف يعني الشخصيه دي كانت واقفه حائره، اللي هو انت مش عارف تبدا منين. العالم كله ماشي بلونين وانت واقف في النص، ودي بتبقى مشكله. ف يعني اذا اي حد كده عادي يعني، كلنا ناقصون بشكل ما. واتمنى المجتمعات ما تبقاش بتميز الناس اللي هم
فعلا فعلا بيكون ده ابتلاءهم يعني في الدنيا. انما الناس بقى اللي بتستعبط ما علينا. دي نقطة يعني. فبيقابل شخصية هي موظف الاستقبال، هي بيبقى في الحتة دي، بس أنا لما قريته تاني حسيت إنه أنا عندي وجهة نظر أنا عايزة أقولها. موظف الاستقبال ده هو شخص حكيم يعني، هو اللي بيقول كل حاجة صح في الرواية، صديق رائع يعني. وبيقابل الآنسة سايكي. الآنسة سايكي هو بيكون عايزها تكون والدته. هي يعني هي بتكون والدته، وهو نوعا ما بينتهكها. بس هو اكشلي يعني هو بيبقى في عالم غريب، بيبقى هو حبيبها اللي مات، وهي بتكون حبيبته مش امه، مجرد بس حبيبته. هو بيحس بالحب تجاهها يعني. فالانسة سايكي عارفين فقدت خط الاحداث ليه؟ علشان الطائر جه صرخ صرخه. المهم يعني انه الابن بيدخل في هذه الاحداث علشان بقى يفهم الدنيا يعني. و والدته بتقول له يعني، او الست اللي هو بيحبها بتقول له انا عايزاك ترجع هناك. و يعني الانسة سايكي كان حبيبها كافكا، هو اللي مرسوم له رسمة كافكا على الشاطئ، وهي غنت له اغنية اسمها كافكا على الشاطئ. وبتقول له انا عايزاك تتذكرني يعني انت دونا عن اي حد. فلازم هو يرجع من العالم الميتافيزيقي كده للعالم الفيزيائي الحقيقي علشان يتذكرها. عشان يتذكرها يعني. صراحة بقى شخصية تانية وهو توازي تاني للأحداث، وهي نتاكا، وده اللي هو الراجل العجوز اللي بيكلم القطط واللي هو خلى الدنيا تمطر سمك. أنا شايفة إن هو كان الصراحة الشخصية المساعدة. هو ليه الصراحة اللور بتاعه يعني. وهو صغير اتفتحت بوابة، وكل الأطفال أغمى عليهم في الحضانة بتاعته، وهو اللي فضل فترة طويلة مغمى عليه، ولما صحي كان جاله فقدان في الذاكرة وبقى غبي وعايش. مقصدش غبي عايش على معونة من المحافظ، لأن هو ذو قدرات يعني معينة. هو في الرواية هو اللي بيفتح المدخل ده، وهو اللي زي اللي هو بيدي نهاية لقصة الأنسة سايكي. أنا صراحة شايفة إنه لو في تفسير يعني محتاجة أقوله لنفسي في المستقبل لما أحب أفتكر الرواية دي، فإن هو نتاكا يعني كانت اللي هو جولدن بوي بيعمل كل حاجة في حياته صح وحياته ماشية كويس، بس اكشلي في الظلام في انتهاكات معينة في الأسرة. أنا بحس إن دي سيمة قوي في روايات مراكمي كنتش واخدة بالي منها زمان يعني. في رواية طائر الزبور برضه اللي هو أخو كوميكو، اللي هو العيلة اللي بتحط عليك بريشر معين إنك تبقى متألق، وده بيأذيك بشكل ما. فهو الطفل ده نتاكا كان متميز وذكي وعبقري وكل شيء محتمل. بس وسيم وذكي وعبقري كل شيء محتمل، بس في حاجة يعني، في حاجة. فكانت المفروض المعلمة ان هي the only person يعني، كان هو هيبدأ يفتح لها قلبه ويحكيها وهكذا. بس حصل الموقف وهي انفعلت عليه في يوم ميداني، رحلة ميدانية. فهو بقى وقتها حس بكل الانهزام في العالم، ووقتها فتحت البوابة. غالبا الأنسة سايكي فتحت البوابة علشان ترجع حبيبها بشكل ما. بس وقتها يعني الراجل نتاكا ده فقد ذاكرته علشان هو كان محتاج يبدأ على نظافة. العالم كان قاسي جدا. وكان هو راضي لحد ما اضطر لقتل أبو البطل. والبطل يعني اللي هو أبو البطل غالبا دي كانت رغبته في الموت، فاستخدم نتاكا لهذا الأمر. والبطل يعني برضو كان هو والشخص التاني، يعني عايز أقول البطل ونتاكا وحبيبها كلهم بشكل ما بيتشاركوا الوعي او بيتنقلوا او هما بوابات لبعض يعني. they are all connected. كنت حاسه برضه ان الانسه سايكي والتيتشر اللي هي التيتشر المعلمه اللي هي اللي ضربت نتاكا، ان هما برضه متصلين ببعض، بس لا يعني هي بس مجرد شخصيه بدات وظهرت. تاني انا اتكلمت عن شخصيه السائق، اتكلمت عن اخته، اتكلمت عنه. حاسه ان انا قلت كل حاجه. مش عايزه اقول حاجه تانية. جوني وولكر ده او جوني ووكر، اظن دي كانت بس مجرد مجاز ان ابوه كان خمرجي يعني الكهوليك. وبيبقى في روايات مراكمي اللي هو في حته الفكره او المجاز اللي بيدخل في حياتك، اللي هي الفكره اللي بتتكون في صوره شيء ما، وانت عليك ان تقتلها لتتحرر يعني. امر سهل للغايه، عليكم ان تقتلوني مقتل الكومانداتور. حاجه تانية كنت عايزه اقولها حته القمر. وهي في شاعر اسمه بولدير او بودلير، مش فاكره، بولدير غالبا فرنسي، اتمنى اكون بنطق اسمه صح عشان الفرنسيين بيتكلموا كده.
هو كان قايل جملة أنا فاكراها له برضه، إنه كل إبداعات البشر العظيمة هي بتنتهي في شط، إن أنا واقفة قدام شاطئ المعرفة ده، إن أنا واقفة على القمر اللي هو في الفجوات اللي اسمها ماريا، اللي كان زمان بيعتقد فيها إن هي فيها ماء، بس لو العالم في جزء منه متفزيقي ليه ما بقاش فيها فعلا بحر، وأنت سامع هدير الموج بتاعه واقف قدامه، والبحر ده هو بس مجرد كل إبداعات البشر، واللي كانت منها رواية كفك على الشاطئ. كنت عايزة أوريها لكم بس أنا ساندة على التليفون. آه دي كانت النهاية. انا مش عارفه اقفل الفيديو ازاي، فانا هلبس النضاره مره تانية. ممكن اقول حاجه اخيره بما اني قاعده في البلكونه. فانا لما رحت الشاطئ ما كنتش عارفه ادي الياسمينه لمين، فالياسمينه ماتت وغالبا انا هرميها. انا مش حزينه يعني على موت الياسمينه، الاشياء بتنتهي، هذا هو حال الدنيا، حطام لحطام. بس كنت عايزه اخلد ذكراها، هذه هي الياسمينه. آم، وشم الياسمينه وتذكر تذكرني لك يا اخي اوعى تنساني. آه، حتى ايه ده، انا بجد كاتبه مثلا لسه واخده بالي منها. يا جماعه انا كاتبه هنا شم الياسمين اهي، مش عارفه هتبان ولا لا. ثانيه، مش اي حاجه، هبقى اصورها يعني. وانا الروايه الجايه اللي هقراها ان شاء الله هتبقى 1Q84. للقاء. آه الصراحه مش عمال عليا اقفلها من غير ما اوريكم الروايه يعني. ممكن اقول حاجه تانية، انتوا عارفين ان انا بحط الدبوس هنا وهنا، مش بس عشان انا مش بعرف الف الطرحه، بس عشان بيبقى شبه القطط.